عايزك تشوف الراجل ده وتصلي على سيدنا النبي. عجبني طريقة تغليف الحاجة اللي هو بيغلفها أو الحاجة اللي هو هيوديها لحد اشتراها. والله العظيم يعني كل التحية لكل واحد يتقي الله في عمل. طلبت مرة جهاز أو حاجة يعني من واحد، وإجت مدشدشة، وجيت كلمته وقال لي لا أنا بعته سليم، وقصة هو في الأصل مش مغلفه حلو يعني، عامل له على طول على الكرتونة كده. فحاجة حلوة إنك تحافظ على حاجة حد شاريها منك، لازم تتقي الله، يقوم يدعي لك ويقوم ربنا يبارك في مالك. ولكن حط غلف كده، واللي يشيل الحاجة يراعي ربنا فيها. يعني مثلا واحد انت كمندوب جايب لي طلب او جايب حاجة، تراعي ربنا في الحاجة حتى لو هي حديد، حافظ عليها لحد ما تسلمها لي سليمة. لكن الغريب والاعجب والعجيب نيجي نستلمها يقول لك ما تفتحهاش ولا تشوفها. اجي اخدها ابص الاقيها متكسره. طب حرام عليكم، انا مش لاقي الفلوس في الارض، حرام عليكم. المفروض ان احنا نعاين الحاجه، انا هجيب حاجه اعاينها واشوفها سليمه ولا لا. دي اول حاجه. ثانيا تحافظ عليها زي عينيك، لان دي امانه، انا مديك امانه توصلها سليمه، مش تجيبها لي متكسره وانا اشيلها. حرام عليك، ادعي عليك والله. واتق الله، ده ظلم. الامانه دي حاجه عظيمه جدا، ارض والسماء ابى ان يحملوها. فبالله عليك خلي بالك، هتودي حاجه او هتغلف حاجه، هتوصل حاجه، وصلها واتق الله فيها، عشان دي امانه ومسؤوليه مش نسيل عليك. عشان فلان اللي هياخد الحاجه يدعي لك وربنا يبارك في مالك وحاجتك. ما تبصش تلاقي حياتك دمار وجحيم بيقول لك اصل انا عملت ايه. ده عملك ما يعلم الا ربنا. عملت ايه؟ دمرت الدنيا واهملت حاجه الناس. دي امانه والله. لو مديك حاجه ملهاش قيمه ب 100 جنيه تحافظ عليها، لكن ارمي وخلاص، المهم ان هي وصلت بقى متدشدشه سليمه مقصود، لا ما ينفعش. فيديو مهم جدا وخطير، شارك الفيديو عشان غيرك يستفيد ويستمع للكلمتين دول، لان في ناس كتير وانا وصلنا حياه بالشكل ده والله العظيم. بجيبها ارميها. لا حرام، انا مش لاقي الفلوس، انا جايب حاجه استخدمها ولا جايب حاجه لا متكسره عشان انت اهملت فيها وما شلتش الامانه، ولا انت قد الامانه مش قد الامانه بلاش تشيلها. صلي على سيدنا النبي، شارك الفيديو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حاجه الناس غاليه وحافظ عليها. والسلام عليكم.